بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك. هنعمل مع بعض النهارده. جايبه قرنبيطه ب20 جنيه. هي حلوه، مش كبيره قوي، متوسطه. انا قلت اعملها معاكم. انا بعملها ازاي؟ بجيب بقلبها تكون هي كلها مشبكه في بعضها، ما تجيبهاش هي مفرقه من بعض. المفرقه ديت هي اللهم صل على النبي، هي اللي بتاعت التخليل، لكن ديت بتاعت الطبيخ. وتجيبها بيضه مش صفرة. هنجيب نعملها كده نلاقيها طالعه معانا فصوص ما شاء الله عليها، جميله حلو. وهنقشر العروق بتاعتها دي، هنقشرها كده كلها عشان ما نعمل الخلطه بتاعتها تمسك معانا على العروق دي، تبقى حلو ما شاء الله عليها، جميله جدا جدا. البيضه الحلوه دهيت هي بتاعت ايه؟ الطبيخ، بتاعت القلي اهي. فصوص منها لنفسها كده نطلعها تنقطب معانا اهي كلها، ونقشرها بالطريقه دي. اهي يا حبايبي، انا يا حبايبي بحط عليها ملح مع مية السليق، معلقتين ملح كده نحدقها، واحط معلقتين كمون عشان الغازات فيها، وارفعها على النار واغطيها. واول ما تغلي غلوة التانية نطفي عليها ونصفيها ونسيبها متغطي عليها على طول. هنعمل مع بعض يا حبيب قلبي الخلطة بتاعة القرنبيط. معايا بيضة، ومعايا لبن مقدار كوباية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا توم باودر، وبصل باودر، من كل حاجة معلقة صغيرة، مش لازم نكتر قوي يعني. معلقة كركم عشان يديني صفار حلو كده للقرنبيطة. معلقة صغيرة خالص بابريكا، وبهارات سبع. وهنقلب، واجيب الملح، نقلب كل المكونات دي. معايا معلقة ملح كويسة كده. نقلب الحاجات دي كلها. معايا ان انا هحط كمان معلقتين نشا كبار حلوين كده. وهنحط مقدار 5 معالق دقيق. ان هو الدقيق هو الحبة الكاملة، هو دقيق المخبزات، هو الاصيل ده. 2 3 4 5. ونقلب الحاجات دي كلها. انا يا حبايبي حطيت عليهم خضرة، شبت وكزبرة وبقدونس، وتخريط ناعم خالص كده اهو، عشان مش يبقى تخينة وكبيرة على القرنبيط. يا حبايبي حطيت قطع القرنبيط في الخلطة احنا عملناها، وهننزل بقى في الزيت. الزيت يكون سخن معايا، وهنزل بالقرنبيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بيها كده يا حبايبي. القرنبيط طلع معايا يا حبايب قلبي، طالع جميل ومقرمش. المعلقتين النشا احنا حطيناهم بيفتحوا لونه وبيخليه مقرمش. وجبة كاملة متكاملة. والقرنبيطة بس جايبينها ب20 جنيه. طبخت معايا رز بشعرية وسلطة
وحتى حبة مخلل معاه تبقى وجبة كاملة متكاملة ان شاء الله بإذن الله. بألف هنا لينا وليكم وشهادة طيبة ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.